بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شلونكم متابعينا؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم معانا الكيك، كيك الثلاث بيضات. طبعا مكوناته تتكون من 3 بيضات وشكر ولبن وحليب وطحين وباودر. طبعا أول شي نحط البيض ينخفق دقيقة واحدة ونحط من بعده الشكر. البيض مع الشكر يطول 10 دقائق بالخفق. ومن بعد ال10 دقائق نبدأ نضيف المكونات. أول شي نضيف الملح وباقي المكونات بالتدريج، اللي هي الحليب والزيت الحليب والزيت، الشكر من البداية مع البيض. آخر مكون نخلينه اللي هو الطحين. طبعا الطحين ننخله، تحبون تنخلوه مرة مرتين يعطينا نتيجة أفضل. نخلي الطحين ما ينخفق كثير، يعني بس مجرد إنه يمتزج مع المواد. نضيف الطحين ومن بعد نضيف آخر مكون اللي هو البيكنج باودر. ومن بعد نضيف معلقة من الفانيلا. طبعا هون دهنا القالب بالزيت، ندهنه بالزيت ومن بعد نرش عليه القليل من الطحين. طبعا اليوم عملت لكم الكيك بدون زينة، والفيديو الجاي ان شاء الله راح انزل لكم نفس الكيكة مزينة. انتظرونا بالفيديو الجديد حتى تشوفون طريقة التزيين معنا. ان شاء الله تعجبكم وصفاتنا. طبعا هون تشغلون الفرن بس من الاسفل يكون محمي قبله ب5 دقائق. تخلون الكيك بالفرن وهاي النتيجة النهائية. طبعا بس تشغلونه من الاسفل يكفي يستوي وجهه ظهر، يعني ما يحتاج انه تشغلونه. اما اذا الفرن مالكم ضعيف تشغلونه دقيقة واحدة بس من فوق.